صباح الخير أو مساء الخير زي ما بتشوفوني. أنا رغدان وتعالوا نعمل مع بعض قهوة فرنساوي بس ببعض الإضافات. اللي يعرفني هيعرف إن أنا بحب القهوة الفرنساوي يعني أكتر حاجة، أكتر كمان من التركي، وهي دي القهوة بتاعتي اللي بشربها كل يوم. بس ساعات كده كنوع من أنواع التغيير بحب أرتجل كده في القهوة، فجربت قبل ما أعملها معاكم وعملتها مرتين تلاتة. حطيت عليها كراميل وسينامون اللي هي القرفة وطلعت حلوة، حلوة كده ومختلفة، فقلت نعملها مع بعض. فتعالوا نعملها مع بعض. احنا هنعملها عادي فرنساوي نفس طبعا انتوا عارفين الفرنساوي الاوريجينال عادي، هي لبن وقهوة بن وسكر لو حابين. احنا هنضيف لها بقى زي ما قلنا المكونين دول، السينامون والكراميل. طبعا الكراميل كده احنا مش محتاجين نحط سكر، غير بقى لو انتوا بتحبوا السكر كتير لا اما تزودوا الكراميل لا اما تحطوا سكر شوية. فتعالوا نعملها مع بعض. اول حاجة في الكاب او الكنكة بتاعتنا هنحط اللبن. دلوقتي هنحط القهوة. في ناس تحب القهوة تبقى طعمها قوي وسترونج كده، ففي ناس تحط معلقتين على الفنجان او معلقة ونص حسب حجم الفنجان. انا بحبها تبقى باينة وظاهرة بس مش اوفر، يعني مش تقيلة قوي يعني. بذمتكم بقى القهوة ريحتها مش يجنن ويخلينا كفيلة ان هي تخلينا مبسوطين؟ يعني اكتبوا لي كده في الكومنتس الناس اللي بتحب القهوة هتقولي انتي عندك حق. فهنحط بقى القهوة. دلوقتي بقى هنحط السينامون. ما تكتروش في السينامون عشان لما انا جربتها قبل كده، جربتها مرتين او ثلاثة، في مرة فيهم زودت السينامون او القرفة فطلع طعمها قوي، حسيت ان انا بشرب قرفة باللبن. فبسيط عشان احنا اساسا بنعمل قهوة. بصوا رشة بسيطة كده خالص. دلوقتي هنحط الكراميل. زي ما قلت لكم الكراميل هو سكر، فالناس اللي بتحبش السكر كتير ما تزودش. الماشين بتاعت القهوة بتاعتي هي الأوكاريتش، هي مخصصة للقهوة الفرنساوي أو القهوة اللي باللبن مش القهوة التركي. فهي فيها 4 أنظمة لتسوية القهوة. أكتر نظامين أنا بستخدمهم عشان مش بياخدوا وقت طويل هي الكلاسيك والميلك كافي. فالمرة دي حابة أجرب على السلو اللي هي أكن القهوة كده استوت على الرمل. عارفين واحنا مسافرين بيبقى على الطريق كده بيعملوا القهوة على الرمل، بتاخد وقت اكتر في التسوية، فانتوا عارفين القهوة كل ما بتستوي على نار هادية بتبقى احلى. فانا حابة المرة دي اجربها، غالبا يعني بتاخد 4 دقايق. فتعالوا نعمل قهوة عليها. وعقبال ما القهوة تتعمل حابة بس اقول ان في ناس بتتريق علينا، يعني ان احنا بنقعد نشكر في القهوة، بنقول ان هي بتسعدنا. القهوة بتسعدنا، يعني انا هتكلم عن نفسي، القهوة بتسعدني. ريحتها، شكلها وانا بعملها. على الاقل القهوة مش زي ناس كتير بوشين، هي بوش واحد. لو بس نديها اهتمام هتطلع معانا بوش خطير يسعدنا. فقهوة وشتا حاجة تسعد جدا، بعيدا بقى عن البشر. انا بتكلم عن نفسي، واللي زي كده يكتب لي في الكومنتس يعني القهوة بالنسبة له ايه. في ناس كتير على فكرة بتحب الشاي او بتحب مثلا مشروب معين او حاجة بسيطة في اليوم، هي بالنسبة لها حاجة بتسعدها. يعني انا بالنسبة لي القهوة هي حاجة بسيطة، يعني حاجة بسيطة بالنسبة لناس كتير، بس هي حاجة بتسعدني كده وبجد بتطبطب عليا. يعني هي احسن من ناس كتير جدا. اتعملت. انا مش قادرة اقول لكم ريحتها خطيرة ازاي. السينامون البسيط كده في القهوة والكراميل خلوها في حتة تانية. حطها بقى.
ندوقها. هو انا دقتها قبل كده بس انتوا هتعجبكم ان شاء الله. تجنن، جربوها ان شاء الله تعجبكم. باي باي.